في الفيديو ده هنتكلم عن لو انت قدمت على عداد الكهرباء وجات لك رسالة على الموبايل، تدخل على الموقع وتبدأ اللي انت تدفع سواء فلوس معينة او المقايسة. ايا كان الرسالة اللي جات لك ان انت تخش الموقع وتبدأ اللي انت تمشي في الاجراءات. تعمل ايه؟ النهاردة هشرح لك ازاي تدفع عن طريق الموقع او تجيب كود فوري اللي انت تدفع بيه، وازاي تتابع طلباتك وتشوف الطلب بتاعك وصل لايه. اما انت لو لسه ما قدمتش، فانا سايب لك في صندوق الوصف طريقه ازاي تقدم على العداد بطريقه سهله، وفي نفس الوقت سايب لك لينك الفيديو في اول تعليق. فلازم كده كده تقدم، لان احنا عارفين ان الحكومه بدات تضاعف الممارسه، وفي ناس كتير بتعاني بسبب الممارسه اللي بقيمه تقديريه عاليه. فانت في غنى عن كل الكلام دون. قدم عداد لنفسك وابدا ادفع اللي انت بتستخدمه. يعني بدل ما انت مثلا ممكن ما تكونش قاعد في الشقة او في المحل بتاعك وتلاقي برضك لازم تدفع الممارسة، لا، انت كده كده العداد بتدفع قيمة الحاجة اللي انت بتستهلكها. مش يعني لو سافرت او قفلت كام يوم، او لو انت مش قاعد في الشقة كام يوم، كده كده ما بتتحسبش عليك اي فلوس. فده افضل ليك انت. وشفنا كتير فيديوهات ناس بتعاني بسبب القيمة التقديرية اللي جات لها بسبب الممارسات من شركة الكهرباء. فانت قدم على العداد. ولو انت كنت مقدم وجات لك الرسالة، هنشرح النهاردة ازاي تستعلم عن الطلب بتاعك وتشوفه وصل لايه، وازاي تجيب كود فوري، وازاي لو انت عاوز تدفع عن طريق الفيزا تدفع عن طريق الموقع. فتابع شرح للنهاية، ولو انت ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يوصلك اشعار بيه. أول حاجة بتخش على موقع منصة الكهرباء، اللي هي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. وأنا كده كده سايب لك اللينك في أول تعليق. بعد ما بتدخل على الموقع بتبدأ اللي أنت لازم تعمل تسجيل دخول بحسابك اللي أنت عملته. ولو أنت ما قدمتش على عداد الكهرباء، زي ما قلت لك أنا سايب لك في الوصف وفي أول تعليق لينك الفيديو إزاي تقدم على عداد الكهرباء بطريقة صحيحة. فبعد ما بتخش على الموقع بتبدأ عشان تستعلم وتشوف طلبك وصل لإيه. تبدأ اللي انت تخش على كلمة تسجيل الدخول، وبتبدأ اللي انت تكتب رقم الموبايل اللي انت سجلت بيه وكلمة السر اللي انت سجلت بيها. بعد كده بتدوس تسجيل دخول. بعد ما بتعمل تسجيل دخول هتدوس على كلمة قائمة، بعد كده طلباتي. بعد كده بتلاقي كل الطلبات اللي انت قدمتها. شوف الطلب اللي هو جالك بيه الرسالة، او لو عاوز تستعلم عن الطلب وصل لايه بتدوس عليه. بعد كده بتدوس على كلمة تحديث الطلب لو عاوز تشوف الطلب وصل لايه. اما لو انت مثلا عاوز تسدد الفلوس اللي جات لك بتدوس على سداد. هتلاقي برجاء سداد الرسوم المطلوبة لاستكمال اجراءات الخدمة، سداد تكلفة الخدمة الالكترونية مواطن. هنا جاي لي ان انا ادفع عن طريق الفوري او عن طريق الفيزا. لو انت عاوز تدفع عن طريق الفيزا بتعلم على الفيزا، لو انت عاوز تدفع عن طريق فوري بتدفع ايه، بتعلم على فوري. وهنا الرسوم اللي انت المفروض تدفعها. بعد ما تعرف الرسوم دوس كلمة ادفع. هنا جالك الكود. تبدأ تاخد الكود ده تكتبه تاخده سكرين او تكتبه في ورقة وتروح على اقرب حد عنده مكنة فوري. او انت لو عندك ابلكيشن مثلا في فور باي، بتبدأ ان انت تدفع عن طريق فور باي. تمام. بعد ما بتدفع بترجع تاني للموقع، بتلاقي ان تفاصيل الطلب تمت عملية الدفع بنجاح. يعني احنا كده بعد ما دفعنا ندخل تاني على الموقع بنلاقي تمت عملية الدفع كده، فالدفع سمع. فكده نستنى بقى الخطوة اللي بعد كده، نخش بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها، وتخش على طلباتي وتبدأ تشوف تحديث الطلب وصل لايه. وكده نهاية الفيديو. لو انت وصلت معايا لغاية هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس. ولو انت مشترك اللايك والكومنت، واي استفسار تقدر تسيبه لي تحت الفيديو وان شاء الله اجاوب حضرتك عليه.